ليش اكو ناجح؟ اصلا هواية اسمع ناس تسأل ليش فلان ناجح وهو ايش عنده حتى ينجح او ليش يتوفق، مع انه اني هم دا اتعب مثله بالضبط. سالفتنا هو الناجح الحقيقي اللي مستمر بالصدارة. هواية اكو ناس تحزده وتنفسه على مكانته هاي، لانه هم ما شافوا منه بس النجاح، لحظة التتويج بالصدارة، لحظة الحصاد. بس خلينا نلاحظ الصورة وتخيل شقد اكو تعب الاساس الجبل حتى شفنا الجزء الظاهر من الجبل وهو النجاح، وشلون اي نجاح بدون هالاساس فهو طارئ وينتظر بجيء نجاح اخر يزيحه ويخليه نسيا منسية. وشقد اكو مثل هيك نجاحات طارئة ولحظية ومصادفة ما بيها امكانية الاستمرار بالقمة. الحلم اول خطوات النجاح، الابتكار يخليك مختلف ومميز ولامع مثل النجوم، التفاني للموهبة، الشغف وهو الطاقة الخالدة للتألق، الاستقامة معناه السلامة في طريق النجاح، والجدية والمقاومة والانضباط والمثابرة ورفض الحروب المستنزفة والمعارك الجانبية اللي تعرقل خط النجاح، والنقد والأخطاء وشجاعة التغيير والمخاطر. النجاح الحقيقي سالفة كلش صعبة ووارد كلش إذا دا تسوي هاي ال 15 نقطة وبمنتهى الوفاء، بس بعدها لحظة النجاح ما جايتك. ولكن إذا اجتك هاي اللحظة فراح تتحول النجم بيوم وليلة لدرجة أنت نفسك ما تتخيلها. وبدون الأساسات أي نجاح هو وقتي ومصيره يروح وبسرعة وبطريقة صادمة تخلي الناجح الموهوم الخطية بس يتلفت لأن ما يدري منين إجا هالراجدي. هاي نهاية الفيديو، شكرا للمشاهدة، لايك واشتراك بالقناة وتعليق مثلكم حلو. في أمان الله.